إزاي أتعامل بذكاء بعد الفراق أو الانفصال؟ أنا خارجة من علاقة، كنت زوجة وانفصلت، أو خارجة من علاقة حب أو أي نوع من أنواع الارتباطات، انفصلت. إزاي أتعامل بعد الفراق أو الانفصال بذكاء؟ مفكرش في الانتقام. لو الشخص تركك بإرادته مش هيهمه، صدقيني، إنك تغيظيه أو إنك تعملي حاجة علشان خاطر تخليه يندم. الأفضل إنك تركزي على نفسك، الحاجات اللي انت ضيعتيها تحاولي إن انت تعوضيها. تجاهل أقوى رد. الصمت وتجاهل دايما بتلاقيه بيصير فضول الطرف التاني أكتر من إنك تقعدي تتكلمي أو تتصرفي تصرفات تقل منك. تالت حاجة، ما تقعديش بقى لا تراقبي ولا تستفزي. المراقبة هتوجعك، سواء بقى إن هو سابك أو سواء إن هو دخل في علاقة تانية. فالأفضل إنك تقطعي أي مصادر تربطك بالشخص السابق. هو صفحة وانتهت، وهو الله يوفقه، بدون كراهية، بدون بغض، بدون أي استفزاز ولا أي حاجة خالص. رقم 4، أهتم بنفسي، أحسن مظهري بقى، أطور مهاراتي، ألعب رياضة، أتعلم حاجة جديدة، أركز بقى على نجاح الشخصي. أنا خلاص بقى قلبي الصفحة وبصي في ورقتك. تبص على ورقة غيرك هتطلعي من اللجنة خسرانة، وهتلاقي الورقة اتسحبت منك وطلعتي خلاص ضعتي. لكن لما تبصي في ورقتك وتركزي فيها وتحلي كويس هتنجحي. هو المثال ده بالظبط. اهتمي بنفسك وبشؤونك وركزي على نجاحاتك الشخصية، وسيبك من أي حاجة تانية. تصرفي بطبيعتك، سواء بقى على السوشيال ميديا، ومتقعديش بقى تنشري لي أحزان وتلقيح. عيشي حياتك بشكل طبيعي وإيجابي، وبعيد عن الحاجات السلبية دي. متفكريش إن انت لما تعملي كده هتستعطفي اللي حواليكي أو تاخدي اهتمام زيادة أو هتخلي اللي حواليهم في صفك والكلام ده. بالعكس، أحط نفسي في محيط إيجابي، أعرف على الناس اللي هم فعلا ممكن يفيدوني، أشخاص إيجابية كده أتعلم منهم حاجة حلوة، أصدقاء حقيقيين يقدروا يقفوا جنبي ويدعموني، يساعدوني إزاي نتجاوز الأمر ده وإزاي أخرج من الأمر ده وأنا قوية جدا جدا. افتحي قلبك لأي فرصة جديدة، اوعي تركزي وتقعدي تبصي وراكي. سيبك من الماضي ودايما بصي قدامك. لو بصيتي وراكي عمرك ما هتشوفي حاجة حلوة، هتقعدي تبصي على ورا وتعيطي. شوفي الفرص الجديدة في حياتك وتشوفي الحاجات الحلوة اللي لسه هتقابلك، واعرفي إن ربنا ما قفلش باب إلا إذا فتح لك باب تاني. واعرفي دايما إن لو ليكي حق هيرجع لك. لما تعيشي حياتك بسعادة واستقرار، ساعتها بس الشخص اللي سابك هيعرف قيمتك، هيعرف ساعتها إن هو فعلا خسر. بس ساعتها أنت مش هتكوني مدورة يندم ولا ما يندمش، مش مهتمية بأي حاجة تانية غير أنت وبس. الكلام ده ليكي أو ليه، بس أنا اتكلمت مع هي علشان خاطر هي زيي وزيك. تمام؟ تمام. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.